ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بالراحة سنة عشان الناس تيجي. صور عيسى عايزين بس ندور كان نفسنا نلحق بقى الأول بس نقدر الله عشان الحمد لله كيف والصلاة والسلام على عباده المصطفى لا سيما المصطفى صوم من أعظم النعم التي يمتن الله تبارك وتعالى بها على العبد أن يؤتيه الله تبارك وتعالى القرآن وأن يكون الإنسان خادما لهذا الدين. الإنسان يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث عظيم إن الإنسان سيسأل في قبره من ربك وما دينك وما نبيك وما عملك فيقول ربي الله ديني نبيي وما عملك. أحسنت. قرأت كتاب الله وعملت بما فيه. النتيجة قال فافتحوا له بابا إلى الجنة. عشان كده إيه؟ قرأ وعمل. هو ما قرأش بس قال قرأت كتاب الله وعملت بما فيه. قال فافتحوا له بابا إلى الجنة يعني افتحوا له بابا إلى الجنة فما يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى يوم القيامة. ده فضل إيه؟ قرأ القرآن وإيه؟ وعمل بما فيه. قال قرأت كتاب الله وإيه؟ وعملت بما فيه. تعالى بقى نشوف التاني. النبي صلى الله عليه وسلم رأى قال أتاني آتيان من ربي فأخذ بضبعي أي بكتف النبي صلى الله عليه وسلم وقال انطلق فانطلقت. قال إذ برجل مضطجع على قفاه يعني نايم على إيه؟ على قفاه وعند رأسه رجل يحمل في يديه صخرة فينزل بتلك الصخرة على رأسه. قلت من هذا؟ قال هذا رجل أتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به. إيه اللي يربط الاثنين ببعض؟ الحديث الأولاني والحديث الثاني ماشي. وإيه؟ في النقطة اللي يقولها ياخد 10 جنيه. ليه؟ أحسنت. العمل قرأت كتاب الله وعملت. الثاني إيه؟ فنام عنه إيه؟ بالليل ولم يعمل. فكون إن في مسجد بيحتوي شباب المسلمين سوقوا أولادكم من المسجد. أنا جاي مقدم فقط بس أنا جاي نسمع كلمة شيخنا وأستاذنا وتدرسنا الشيخ بكر فريد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد جئتكم زائرا في بضعة سنة وكنت سعيدا بهذه الزيارة. رأيت فيها شباب لا يزال أشكالهم جميلة في دين الوراثة
أقول له أنا أحبكم في الله تعالى، أحبكم لأن الله تعالى اصطفاكم من بين خلقه وجعلكم تأتون إلى المساجد لتحفظوا من كتاب الله تعالى، فأنتم جند من جند الله يحفظ الله بكم القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن أسباب حفظه أن يتواجد جمع من أبنائنا يسعون إلى حفظ كتاب الله تعالى ويحرصون عليه، لا سيما وهم صغار، فإن الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. الصغير إذا حفظ من كتاب الله تعالى لا ينساه، بخلاف الكبير. الصغير إذا حفظ من كتاب الله تعالى كأنك تنقش على حجر، الكتابة التي تنقشها على الحجر لا تزول، كذا حفظ الصغير لا يزول أبدا. وأنتم من خير خلق الله، ما أقولش كلام من عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنتم أيها الشباب الصغير وأيتها البنات الصغيرات، أنتم جميعا من خير خلق الله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأنتم تصنعون معروفا بآبائكم، معروفا عظيما. تخيل أنك إذا حفظت القرآن وجئت يوم القيامة فالله جل وعلا يلبس والديك تاجا يوم القيامة بسببك أنت أيها الصغير. يلبسهما تاجا ضوءه يوم القيامة أحسن من ضوء الشمس في سماء الدنيا. فأنت بار بوالديك وأنت لا تزال صغيرا، محب لهما. يوم القيامة تقف وترى حينما يلبس الله والديك تاج الكرامة، هذا التاج الذي ضوءه في ضوءه يوم القيامة أحسن من ضوء الشمس في سماء الدنيا. وأنت أيضا حينما تقرأ القرآن فأنت كالأترجة زي التفاح، ريحها طيب وطعمها طيب. طعمها طيب بالقرآن الذي في صدرك يطيبك، وريحها طيب بقرآنك الذي تتلوه ويسمعه الناس ويستفيدون به.
فريحك بهذا القرآن طيب. فالقرآن من أفضل ما في الدنيا أن يكلم الله تعالى بكلامه، يخاطبه بقرآنه، ويحرص أن يعمل به. يعني كل الشباب اللي موجود بيصلي يرفع ايه؟ شوف بنصلي ليه بقى؟ نزل ايدك. بنصلي ليه؟ لأن ربنا يدينا ثواب. قبل هذا لأن الله أمرنا بالصلاة، كده نبقى بنعمل بإيه؟ بالقرآن. طب واللي ما يصليش يبقى ما بيعملش بالقرآن، يبقى لازم. طيب مين اللي صايم؟ يرفع يده. الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نزلوا ايديكم. برضه نصوم ليه؟ ربنا أمرنا بالصيام، صح؟ فاللي بيصوم يبقى بينفذ تعاليم الله سبحانه وتعالى في أمر ربنا. واللي ما بيصومش يبقى بيخالف تعاليم الله سبحانه وتعالى. مظبوط؟ احنا بقى واحنا بنلعب مع بعض خارج المسجد، في حد بيسيب حد يعني بيشتمه، في حد بيضرب حد، لا، لأننا إخوان متحابين، ولأننا على خلق حسن به صلى الله عليه وسلم. ما كان سبابا ولا طعانا ولا شتاما عليه الصلاة والسلام ولا بديع الإنسان، مش كده؟ وربنا سبحانه وتعالى وصفه بأجمل وصف: وإنك من لحق، وإنك جميل، وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى اللي خلقه مش كويس هل بينفذ تعليم الله؟ لا. طب واللي خلقه كويس واخلاقه كويسه يبقى بينفذ تعليم الله سبحانه وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الكتاب ده منزل عشان كده، عشان نتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى ونأتمر بأوامره وننتهي بنواهيه. مش نقرأ قرآن بس، لا، نقرأ قرآن ونسمع كلام ربنا. اللي يقول لنا عليه نعمله، واللي ينهانا عنه نتركه. ولما نسمع عن الجنة نطلبها من الله عز وجل، ولما نسمع عن النار يأوي إلى عرش الرحمن يسمع له دويا كدوي النحل. عارفين دوي النحل يعمل ازاي؟ يسمع القرآن دويا كدوي النحل. فيقول: منك خرجت وإليك أعود، أتلى فلا يومين. ينفع؟ ينفعش.
لازم القرآن يتلى وإيه؟ ها؟ ويعمل به. واحنا بنتعلم القرآن ما بنتعلموش منظرة ولا بنتعلمه عشان يتقال ده فلان ده من حفاظ القرآن، ولا بنقرأ القرآن عشان الناس توصفنا بأحسن الأوصاف. لا. أحمد كلم الشيخ. أنت كنت متفاعل مع الشيخ بشر عشان كده حضرتك مش دعوة، هي لك. الله المستعان. بصوا يا شباب، طبعا ما عادش كلام عن الكلام.